السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة في موضوع جديد وهو Detail Component. ال Detail Component في الريفت عنصر 2D بيستخدم في تفاصيل الرسومات عشان يوضح جزء إنشائي أو معماري بشكل أوضح من الموديل نفسه. يعني خلينا أشرحها ببساطة. يعني Detail Component عناصر رسم جاهزة بتعملها بنفسك، بتظهر في الفيوهات التفصيلية زي السكاشن والكول اوت والدرافتنج فيو، زي ما احنا واقفين في الدرافتنج فيو هنرسم فيها دلوقتي. بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها لما الموديل 3D مش كفاية يوضح التفاصيل الدقيقة، وعايز تتحكم في شكل التفصيلة دي زي ما في اللوحات التنفيذية، زي مثلا تسليح بلاطة أو كاميرا حديد كانات، أو طبقات البلاطة خرسانة عزل تشطيب، أو قطاع باب أو شباك أو كده. آه، ازاي بقى؟ خلينا مثلا نشرحها. هنلاقيها في فيو تاب، بعدين هنلاقي فيه هنا في الجزء بتاع الديتيل هلاقي فيه كومبوننت، في ديتيل كومبوننت، في ريبيتنج ديتيل كومبوننت. لو جيت ارسمها هلاقي فيه هنا الفاميليز كتيرة، في الارو ستايل مثلا، في الحاجات اللي هي في مثلا بريك لاين بنستخدمه برضو كتير. في حاجات تبع السوفيستيك التسليح، في مثلا قطاع عمود، يو بي يونيفرسال سيكشن. في ايه تاني؟ كونكريت بلوك برضو بنستخدمه وبأبعاد مختلفة. في ايه تاني؟ ممكن كمان أعمل لود فاميلي. من هنا ألاقي فيه في خانة مخصصة لديتيل ايتمز، هلاقي فيه بقى حاجات كتيرة هنا في الجنرال كونكريت، مازونري، الكتريكال بلومينج، اوبننجز، كده في حاجات كتيرة ممكن أعملها لود. في بعد كده في موضوع الديتيل كومبوننت، في برضو الموضوع اللي هو اسمه repeating detail component، ان انا حاجة عاملة شبه array كده، ان انا بكرر الحاجة. انا البلوك ده كررته بمسافات معينة، ممكن اعمل edit type واختار الحاجة اللي هتتكرر. حاجة زي ممكن اغير البلوك، مثلا اخترت البلوك 200 150، وفي اللاي اوت انت هتعملها fixed distance، يعني طريقة التكرار هتبقى fixed distance ولا fixed number ولا maximum spacing كده. طب عايز السبيسنج يبقى كام؟ ممكن نخليها 150. طب عايز فيها روتيشن ولا لأ؟ فهنلاقي لما خليناها 150 لقيناها قربت، بعد ما كانت 200 كانت أبعد شوية من بعض. آه كده يعني أظن إن الموضوع يعني سهل فيها. يعني بتساعدنا كتير في موضوع الرسومات ال 2D في الرسومات ال 2D لما اجي احطها يعني في حاجة زي دريفتنج فيو او كده. بس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.